مسرحي رائق الحضور الكريم. يستمر لقاء الذاكرة وتستمر لقاءات توطين فرقة دوست مسرح في محور فكري ارتضت له الفرقة شعار توثيق الذاكرة. وبعد الإبحار في الذاكرة والذكرى والتذكر لكل من شبيبة الحمراء وفرقة الوفاء، يأتي لقاء آخر وحلقة ثالثة في عقد فريد نرحل فيه رحلة آمنة مأمونة مع الرحالة في مسار ثالث من مسارات التوثيق. نرحل في هذا المسار مع الرحالة، رحالة هم رحلوا بين ثقوب الأجناس الفنية ولم يعوزهم أن يتعاطوا الغناء ويتعاطوا المسرح ويتعاطوا كل الحساسيات الفنية بكثير من المغامرة، بكثير من القلب الذي يحمل هم النضال وهم الكلمة وهم مجتمع أرادوه أن يتغير وأن يشاركوا في تغييره. تأسست الجمعية في 73 و900 من القرن الماضي بمدينة مراكش من طرف مجموعة من المهتمين بالميدان المسرحي والغنائي، وكان تأسيسها بطبيعة الحال بهاجس فعل المسرحي إنجاز كما قلت، وكان الفعل المسرحي هو فعل نضالي لمجموعة ممن أخاضوا مغامرتها، وبيننا الآن ثلة من هؤلاء المغامرين، من هؤلاء الرحالة الذين أبوا إلا أن يبدأوا هذا اللقاء بالغناء، لأنه كان أول حساسية فنية تعاطوها ورحلوا منه إلى المسرح ورحلوا منه إلى تكوينات فنية أخرى. وشكرا لهؤلاء الرحالة الذين سنرحل معهم ونبدأ رحلتنا غناء. تفضل أستاذي أبو خالد، الأستاذ عزيز شريف نجيب، أستاذ نجيب أيضا، إبراهيم شريف ندخل شريف عطينا شريف عطينا اخويا شريف. باب شدوا رحالكم يا أحباب، شدوا رحالكم كل الأبواب يا من غسلتم كل الأبواب يا من توضأ بدمكم صانع الخراب، رحالكم الطباب إلى بلاد الطباب، إلى بلاد الغربة وضياع الشباب، شدوا رحالكم. شكرا. بدمكم صانع الخراب. إذن كما قلتم يا من توضأ بدمكم صانع الخراب، العزة لغزة الأبية من هذا المنبر، ودام المسرح فعل نضال كما قلت. إذن قلت يأتي لقاء الرحالة في لقاء ثالث في عقد التوثيق المراكشي للذاكرة المسرحية. هي مسارات اختلفت وتقاطعت وائتلفت لتشكل هذا المشهد الذي هو المشهد المسرحي المراكشي على مدار سنواته الطويلة. سوف نبحر ونشد رحال الرحالة مع رجلين
شخصيا أجدهما من القلائل الذي من الأشخاص الذي كما ماذا أريد أن أعبر يعني بالشكل الذي أراهما أنا شخصيا به، وهما من الناس القلائل الذين يشبهون أنفسهم وينسجمون مع ذواتهم. مولاي الحسن أو سيدي عبد اللطيف من الناس اللي كيشبهوا لريوسهم، وبالتالي فعندما تلقاهم تحس فعلا أنك في حضرة الأصالة ليست تلك الأصالة النقوصية التي تعود إلى الوراء، ولكنك تحس بأصالة الفكر وبأصالة العشق لهذا الفعل الذي يقومان به. سنرحل مع الرحالة ولا أريد أن أجرد أعمالا أمامي، لأن بطبيعة الحال سيكون لنا فرز هام ووقفات مع الأستاذين لأهم محطات الرحالة. ولكن قبل ذلك ارتأيا معا أن يتعاطى الأستاذ سيدي عبد اللطيف الخلقي مع المسار التنظيمي والإداري للفرقة، والأستاذ مولاي الحسن الإدريسي مع المسار الفني. نبدأ بالإطار التنظيمي والإداري للفرقة مع سيدي عبد اللطيف الخلقي، أستاذي الذي عرفته في عضويات لجنة تحكيم إقصائيات المسرح المدرسي، أستاذي الذي شارك في التمثيل والإنجاز الفني لمجموعة من أعمال الفرقة، الذي شارك ممثلا منجزا فنيا وتقنيا، الذي أيضا كون في ردهات وزارة التربية الوطنية، كون أجيالا من الشباب الذين بطبيعة الحال درجوا على هذا الفن. فكان في تكوين في الشبيبة والرياضة تدريب في الإضاءة المسرحية، الشبيبة والرياضة إعداد الممثل، وفي الملتقيات المسرحية تدريب متعددة في مجالات إعداد الممثل والإخراج والدراماتورجيا. أيضا ساهم في مجال التنظيم وفي عضوية مكتب الجمعية ابتداء من السنة العاشرة من تأسيسها، يعني سنة 1983. شارك في عضوية المكتب الاتحاد الإقليمي لمسرح الهواة، وكان رئيس الاتحاد الإقليمي لمسرح الهواة بين سنتي 92 و 94. عضوية المجلس الإداري للجامعة الوطنية لمسرح الهواة أيضا، وعضوية لجنة تحكيم للمهرجان الوطني لمسرح الهواة، وبطبيعة الحال لسنتين. وهذا بطبيعة الحال يظهر جليا مرجعية الرجل وأهليته للحديث وللتوثيق للذكرى وللذاكرة لهذه الفرقة الأصيلة. بالإضافة إلى ذلك لأستاذي سيدي عبد اللطيف الخلقي مجموعة من الأعمال في مجال التكوين والتأطير والإنجاز في مجال المسرح المدرسي بطبيعة الحال ابتداء من سنة 2001 وإلى الآن. إذا أترك الكلمة للأستاذ عبد اللطيف الخلقي في جرده للمسار التنظيمي والإداري لفرقة الرحالة. تفضلوا أستاذ. السلام عليكم، مساء النور. تحية فنية، الشكر والتقدير لفرقة دوس المسرح. هذا البرنامج الرائع الذي كان لي شرف تتبع بعض فقراته. شكرا لهم مرتين، شكرا لهم لأنهم استضافونا، وشكرا لهم أنهم فتحوا هذا الملف الذي لم يفتح من قبل، وهو ملف الذاكرة. الشكر كذلك لسي عبد الجبار خمران والفرقة كاملة، أنني أحس بفخر. أول مرة ينادى علي للتدخل بهذا الشكل، وهذا أعتبره بمثابة تكريم لمسارنا البسيط في خدمة العمل المسرحي، خدمة الفرق المسرحية، وخدمة مجال التنظيم المسرحي. الشكر كذلك لهذه الأخوات والإخوان، لأنه كلهم أصدقاء ديالنا، تلاقينا معهم فترات طويلة. يحس أنني في لقاء من لقاءات جمعية الرحالة آنذاك، أو لقاء أو نوسع أكثر في لقاء من لقاءات الاتحاد الإقليمي لمسرح الهواة. هذا الكل الجميل الرائع
أشكرهم على حضورهم، أشكرهم على المساهمة في ترسيم وتزيين هذا الثمر الذي نتمنى أن يكون ممتعا. شكرا لكم، شكرا لكم. من أين سأبدأ؟ ما عرفتش صراحة. ولا الأنزة فاجأتني أنه سبقتني أنا الأول. أنا ما كنتش ناوي نكون أنا الأول، ما كنتش مستعد. إذن مداخلتي ستكون مليئة بالدهشة، وهذا ربما سير من أسرار بناء العرض المسرحي وبناء الفرجة الممتعة. رحالة جيت لها في سنة 1981، التحقت بهذه الفرقة وأنا كنت رائدا من رواد دار الشباب، وأثرتني سلوك والهيئة ديال هاد الناس. حنا كنا رواد كنشتغلوا هنا ونشتغلوا تنحضروا أي حاجة نديروها، وكانوا هاد الناس تيجيو تيدخلوا ياخذوا القاعة ديالهم كيسدوا تيخدموا بواحد الطريقة اللي ستفاجئنا الوقيته اللي غادي نشوفوا العرض. فكانت الصدمة الثانية هي أنني شاهدت أول مرة 79 شاهدت العرض ديال رحلة محال كمتفرج. هذا العرض اللي ربما مجموعة من التفاصيل فيه باقية علقة في الذاكرة ديالي، والمشاهدات ديالي اللي كانت قبال من هاد 79-80 العروض المسرحية كلها هي ربما بحال تنحات. وليت كنقول واحد المجموعة ديال الإخوان والأصدقاء ديالي كنقول لهم أي أول عرض تنشوفوا بالكولور، أول عرض تنشوفوا بالكولور. هذا كان كينسجم شوية مع التلفازة اللي كانت نواري بلون. المهم على أين أول عمل اللي درت هو عمل ديال رحلة محال. تحت بالإخوان لقيتهم في إعادة التدريب على العرض ويقدموه، ودخلت المجال ديال الإنارة أنا والأخ الصديق المرحوم السيسي عبد اللطيف. وكان واحد الدوير بسيط فيه واحد التخويلة، واحد الباساج. كنت ندير واحد الباساج في واحد المشهد كان في مسرحية تنظن في الفصل الثاني أو الثالث ديال المشهد ديال العمال. هذه هي البداية ديالي ديال الفرقة. طبيعة الحال اللعبة ديال أسد. لا كنهضر على اللعبة طبعا على اللعبة مسرحية اللعبة. هذا هو أول لقاء. ولكن دخولي للفرقة لقيت الفرقة مدرسة بمعنى الكلمة، مدرسة اللي تعلمنا فيها بزاف ديال الحوايج. وهذا ليس سرا أن هذه الفكرة ديال الجماعي تصيم مجموعة ديال الأعمال ديال الفرقة. بالفعل ملي كتدخل في وسط جمعية الرحالة كتحس بالعمل الجماعي. أولا تستشار في جميع ما كاينش طابو، ما كاينش شي حاجة اللي كتخفى، وما كاينش لي كوليس، كنتستشروا في كل شيء. وفي نفس الوقت كتكونوا كتعطيك مسؤوليات وما كتعرفش ليها، وتيوروك كيفاش دير ليها وكتخدم. هكا هذه هي البداية ديال اللقاء مع الجمعية ديال الرحالة. بطبيعة الحال ما غاديش نطول بزاف في هذا لي ديتاي باش ندوز للمجال التنظيمي. ولينا اشتغلنا في طبيعة الحال من وراء هذا العمل كتجي مسرحية ديال الحصار. في هذه البداية هذه بحال بغينا نقولوا وصلنا لسنة 83. وصلنا سنة 83 بدينا تطرح واحد الاشكال، ومن ضمن النقاشات الداخليه كانت تتناقش دائما المهرجان الوطني، كيفاش المهرجان الوطني تيدوز. هذاك الشكل ما كانش تيعجب وكان تيدوز فيه المهرجان الوطني، انه كانت فيه واحد المجموعه ديال الحوايج اللي تنقولوا اونتي تياترال ولا ضد المسرح، وكانت اعمال اللي مزيانه اللي ما كانتش تنصف وما كانتش تدوز. وكان من هنا كانت واحد المجموعه ديال النقاش، ومن ضمنها ان الجمعيه ما كانتش يعني في هذا المجال التنظيمي كانت عندها قناعه انها تدير العمل ديالها وتخرج تعرض العمل. وبالنسبه للمهرجان يكون ولا ما يكونش حنا تنديروا العمل وما كنديروش عمل ديال المهرجان، لانه في هذيك الوقيته كانت اعمال تتقاد واحد المجموعه ديال الاعمال للمهرجان.
شروط المهرجان وكيفاش دير باش هذيك الاعمال تمشي. ومن سوء الصدف او حسن الصدف انه في هذه البدايه هذه تيبدا واحد الصراع بين جوج هيئات تنظيميه في مراكش اللي هي الاتحاد الاقليمي لمسرح الهوات والاتحاد الجهوي، بين شبيبه الحمراء وبين الفرقه ديال الجيل الصاعد. وكان واحد المجموعه ديال الصراعات، وفي هذه الوقيته هذه ستتحمل الجمعيه مسؤوليتها في فتح نقاش وعهد إليها من الخصوم أو من الأطراف أن تتحمل المسؤولية التنظيمية على أساس أن نوحدوا الاتحاد الإقليمي. فتم التوحيد ديال الاتحاد الإقليمي بين 82 وفترة 84، وهي الفترة اللي كان فيها الإدريسي مولاي الحسن رئيس ديال الاتحاد، بحال بنا نقولوا رئيس توحد فيها الاتحاد الإقليمي هذه الفترة هذه. من هنا أنا شويه كانت صيفطتني الجمعيه باش نمثلها في المجلس الاداري ديال الاتحاد. هذه مرحله اخرى ديال التكوين وديال الاطلاع وديال الانفتاح على الفروق المسرحيه انذاك. كانت الشعاع، كانت نادي خشبه الحياه، كانت اخرى ديال نادي الهوات، كانت شبيبه الحمراء، كان الجيل الصاعد، كانت روعه الفن ديال المرحوم الراغي، كان واحد المجموعه واحد الموزايك ديال فروق مسرحيه. وتعلمنا في هذه الفتره هذه كيفاش يمكن اولا نلحموا الاتحاد، وثانيا ان الاتحاد ما يكونش غير هيئه اداريه تنظم المهرجان الوطني تنظم الاقصائيات ديال المهرجان، لانه دور الاتحاد هذا الشيء اللي كان بدا واحد شويه النقاش تطوير العمل ديال الاتحاد. وجات الفكره ان المهرجان الوطني ما يكونش ولينا نظمنا المهرجان او الاسبوع الثقافي للاقصائيات للمهرجان الوطني. طبيعه الحال هذه السميه هذه كتحيل اولا ان المهرجان الوطني ولا كيتنظم في بلاصه واحده، اما في دار الشباب ولا تيتنظم في سينما بالاس ولا تيتنظم. كانت وحده القاعه قبل كانت فرقه كتعرض في النادي، فرقه كتعرض في قاعه معينه، كل فرقه كتعرض، وكان داكشي فيه واحد السريه واحد التخبيه وتتستي شكون اللي بغى يحضر، لانه تيقدر يجي شي حد ويخسر لك العرض قدام اللجنه ويبرز لك العرض وكذا الى اخره. فالى لاحظتوا اننا بدينا كنمشيو لمنحى اخر اللي هو منحى التنظيمي الجاد المعقلان اللي تيتوخى ان يطور من جهه المجال التنظيمي ومن جهه يطور الممارسه. بدات كتدار على هامش هذه الاسابيع الثقافيه، كدار واحد المجموعه ديال الورشات، كدار ندوات، كدار قراءات، وكتدار مناقشه ديال العروض المسرحيه بدون حساسيه. تناقشوا العروض المسرحيه بدون ما نعرفوا راه يدوز ولا ما يدوز، بدون ان هذاك النقاش يكون تينقص من قيمه العرض ولا تيزيد من قيمه العرض. إذن هذا المجال هذا هو كان اساسي. تنهضر درت هذه المداخله باش يبان اساسي ومهم. من بعدها غادي تطور هذا العمل هذا ان الجمعيه بدات كتمشي للملتقيات المسرحيه، وبان كانت ازمه في المهرجان الوطني، وعلى هامش هذه الازمه كانت مجموعه ديال الهيئات والاتحاد بحال الاتحاد الاقليمي ديال اكادير، الاتحاد ديال الكناس، اتحاد واحد المجموعه ديال المبادرات سواء اتحادات او جمعيات، انها بدات تتفكر باش تخلق بدائل لترويج الفرجه، لانه كاين بعض الخطرات العرض تيتنجز وتيتعرض مره ولا جوج، تيتعرض قدام اللجنه المحليه وتيتعرض قدام اللجنه الجهويه، داز المهرجان ما دازش راه تيمشي تفرق هذيك الفرقه وكتمشي. فكان التفكير في فرصه بانه هذه العروض تدوم، وهذا باش كانت هذه المبادره على المستوى الوطني بواحد المجموعه ديال الملتقيات ديال يتم ترويج هذا المنتوج المسرحي، وهذا كان مهم. من جهه ثانيه كان هذا الضعف ديال التكوين، كان التكوين ديال الشباب والرياضه، كان الاخوان اللي داروا التكوين كانوا تيعرفوا كيفاش كيدوز وداك الشيء بسيط جدا، وكانوا مجموعه الاطور اللي تنكنوا لهم الاحترام، فيهم اللي تقاد وفيهم اللي توفى الله يرحمه، تيبذلوا داك الشيء اللي عندهم، تيبذلوا الجهد، واغلبهم كانوا مع تيجوا من فرقه المعموره، من الناس ديال فرقه المعموره. في حين ان المسرح والممارسه المسرحيه في هذه الفتره هذه بدات تتعرف مجموعه ديال الحوايج ومجموعه ديال التطورات. فكان على هامش هذه الملتقيات كان مجموعه ديال الورشات التكوينيه اللي كانت فيها تتشكل واحد مجموعه الاضافات، كان فيها الاشتغال في المجال الثقافي،
كسبنا واحد المجموعه المثقفين اللي كانوا مثلا كيشتغلوا في الطير بحال سكري، بحال البشير القمري، بحال واحد المجموعه الناس اللي بداو تيجيو ناس. بدا الاطلاع هذيك الوقيته على التجارب السابقه، تجربه تيمور، تجربه واحد. فمعنى ان هذه الفتره كانت مهمه، وكان على العاتق ديال الجمعيه انها تنقل الخبره وتنقل التجربه لمدينه مراكش. مع الاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا العاملين اللي كانوا داخل الاتحاد بدات تفكر في اننا نديروا شي مبادره من هذا الحجم. بطبيعه الحال كان نقاشات هذه الفتره ديال الثمانينات كلها، وكان واحد مجموعه الحوايج، ولكن بدايه التسعينات ستعرف بدايه تاسيس ملتقى الحمراء ديال مراكش. فملتقى الحمراء ديال مراكش اللي دازوا فيه 3 تطورات. بطبيعه الحال وقيلا تسمعوني بلا ما نديروش. لا غنديروا ميكرو. راه كيجلس. في بدايه ديال التسعينات بدات تتعرف بدينا هاد التجربه ديال التفكير في الملتقى ديال الحمراء، ولكن كانت قبل 86 او 88 كانت خدات الجمعيه مبادره ديال بدات واحد الايام المسرحيه. هاد الايام المسرحيه لاول مره كنديروها بامكانيات اللي بسيطه جدا اشتغلت فيها الجمعيه بالطاقه ديالها بالاخوان كلهم ديالها وبالامكانيات بسيطه، ودرنا واحد 3 ايام او 4 ايام واستضفنا تقريبا 3 العروض او 4 العروض. استضفنا امل اكادير، استضفنا زهره بنت البرنوسي لانه عرض ديال زهره بنت البرنوسي ديال عاجل ونجوم. هذا من العروض اللي حنا كنا كنسمعوا عليها، الجيل ديالنا كنسمعوا عليها لانه دار الطوب لعب في السبعينات ولعب في سميتو، ومن العروض اللي وكان جا وكنا اتصلنا بعجيل ورحب وجا ودار لنا العرض وشفنا العرض. وكانوا عروض اخرى، وكانت الاقامه ديالها في دار البارود في واحد الظروف. كنا دخلنا لهذيك دار البارود عطاونا لنا الاقامه ولقينا داك الشيء كذا وندنا وصبغنا وصوبنا الطوب داك الشيء باش نديروا الاقامه. واللي زوين اول مره تنعرضوا في قصر البديل. اول مره لانه كنفكروا والاخوه اللي كانوا معنا راه تعرفوا هذه الازمه اللي كانت في وسط الثمانينات ديال ازمه القاعه. باقيه ازمات القاعه كانت ازمه القاعه لانه هذا الشيء باش نهضر عليه كنت نهضر دابا كاين داك الشيء طويل. هذه ازمه القاعه ادت بنا باننا مهرجان من المهرجانات الوطنيه ديال مسرح الوان اننا نقاطعوه كاملين، وحولناه ودرنا ما يسمى بالمهرجان الابيض اللي فيه اسبوع ديال النقاش في قاعه ديال دار الشباب عرس الحرام. وهي اللي ادات انها كانت فرصه باش نتواصلوا اكثر وناقشنا واحد المجموعه ديال الحوايج اللي من ضمنها حتى هي دعامه من الدعامات اللي ادات اننا ندخلوا في هذه الصيروره ديال ايجاد البدائل التنظيميه لترويج العرض المسرحي. بطبيعه الحال ساقفز ونرجع للملتقى الحمراء. الملتقى الحمراء حتى هو دار 3 ديال الملتقيات، ولكن احنا ما نسيناش الذاكره، لانه الملتقى الحمراء على سميناه حمراء لانه كان اواسط السبعينات واحد المهرجان تتنظموا الضياع وسميتو ملتقى الحمراء. وجينا وكان نقاش طويل واش نديروا امتداد لهذاك المهرجان اللي دازوا فيه واحد المجموعه من الطوالات ولا نديروا هذا. كان ديك الساعه الاخوان والنقاش اللي كان عام اننا نبداو تجربه اخرى جديده. بطبيعه الحال تصور الملتقى الاول والملتقى الثاني والملتقى الثالث. المحاور اللي كانت في هذه الملتقيات كانت محطوطه بعنايه مركزه. فبالنسبه للشعار ديال الملتقى الاول كنا ناقشنا فيه الابداع. المحور ديال الملتقى الثاني كان التنظيم. الملتقى الثالث ما عرفتش شنو هو المحور اللي كنا درنا. هذه 3 ديال القضايا اللي كانت اساسيه وكانت تتجاوب على الاستقبال الملكي لرجال المسرح والرساله الملكيه الموجهه لرجال المسرح. وهذاك الشيء اللي كان تخلق الاستنزاف اللي يتم استنزاف ما يسمى المسرح او استنزاف الفروق ديال مسرح الهوات، لانه في هذيك الوقيته ديال 91 92 كلشي بيولي محترف وكانت واحد الصعوبات كثيره
وكان الملتقى في جزء من جزئياته يجيب على هاد الاشكاليات اللي كاينه لا في الساحه ولا على المستوى التنظيمي والابداعي ديال الساحه الوطنيه، بالاضافه للشق اللي هضرت عليه الامتداد ديال الترويج والعروض المسرحيه. فكان 3 الدورات كانت مهمه، وتم الترويج واحد العدد كبير ديال العروض، تقريبا غادي تكون وصلت لواحد على الاقل 21 عرض كذا 20 عرض اللي كانت مهمه. وكان وجوهنا وكانوا مجموعه الاخوان اللي هما كانوا الناس اللي كانوا في التنظيم، وكانوا الاخوه اللي كانوا في الاشتغال النظري، وكانوا الاخوه اللي كانوا في الاشتغال الفني. على اي هذه المجال كونجوانتمون مع هذه المسائل غادي ندخل بالنسبه للتجربه الشخصيه. رئاسه الاتحاد هذه الوقيته كانت هي كانت صعيبه وربما خلقات واحد شويه ديال الجفاء والفتور مع الفرقه ديالتي المسرحيه، لان الوقت ديالي كله كان مشى للاتحاد، والاستراتيجيه باش حاولت نخدم في الاتحاد ماشي هي ربما لا ترضي الجمعيه بداك القدر الكافي، ولكن كانت تدير اضافه وكانت كتشتغل بناء على المكونات اللي كانت ديك الساعه كاينه في الاتحاد. كاينه مكونات لانه احنا كان الجامع اللي كان كيكون عندنا حنا داخل فرقه المسرح داخل الاتحاد الاقليمي، الاحتكام هو المسرح، هو الابداع، هو الفن. هذا هو اللي كان بالنسبه للتجربه ديال الاتحاد. بطبيعه الحال هذه التجربه هي اللي ادت باش يكون نجمعوا اللحمه ويكون الملتقى اللي كان فيه اسهام، فيه مراسلين صحفي، فيه دراري ديال الثقافه، فيه اساتذه، فيه اصدقاء. اكثر من هذا كان في اللجنه والاشتغال النظري كانوا مجموعه الاخوان اللي كانوا من خارج مراكش. انا كان نفتح قوس باش نذكر السي سالم كويندي الله يمتعو بالصحه والعافيه، الاخ شاكر عبد المجيد، الاخ بوسرحان الزيتوني، كاع الاخوان اللي ممكن يشكلوا شي اضافه ويمكن يفيدوا. كان الاتحاد بهذا الشكل كان منفتح على جميع الكفاءات لا المحليه ولا الوطنيه، واغلبكم ولا من الاخوان اللي هما حاضرين ما كانوا شافوا التجربه ديال المنطقه. ثانيا كان فيه مشكل مالي، مشكل كانت صعوبات، لانه 3 الدورات ديال الملتقى تنظمات بواحد 10,000 21,000 3. لا كانت كتعطينا وزاره الثقافه 20,000 درهم. الدوره الاولى كانت السي البهجه الله يذكره بخير، كان عطاها لنا مباشره لانه كان عنده الصندوق ديال الفناك ديال كذا وكانوا كذا. الملتقى الثاني كان السي حسن الجندي الله يرحمه. السي حسن الجندي لا زلت اذكر له موقفا شجاعا، لانه بدينا الملتقى وجاو الناس والتحقوا وصبحوا وما عندناش الاقامه وما عندناش ما نوكلوا الناس، وعيط عليا دخلني المكتب ديالو حل المجر ديالو وجبد ليا واحد المبلغ مالي ديال 3000 درهم، قال لي سيروا فطروا الناس. قلت ليه كذا؟ قال لي سيروا فطروا الناس تيحل الله، سيروا بعدا استقبلوا الناس ديهم يحطوا حوايجهم ويديروا. ديك الساعه كنا قابلين الاقامه الجامعيه الحي الجامعي، ولينا جا الكار ديال اسمو هزينا الوليدات هزينا الناس وداك الشيء ودينا ودبرنا لهم الفطور. وكان واحد مجموعه الاصدقاء راه منهم اعضاء ديال الجمعيه اللي كانوا كيخدموا في الكوزينه وتيطيبوا لان حنا كنشدوا طباخ، نشدوا طباخ شاف ولا مان دوفر وداك الشيء كلشي تتخدم مع سميتو. المهم تنظن راه بحال وقيله تنطول بغيف غادي ندوز المجائل. من بعد كنمشي العضويه ديال المجلس الاداري للجامعه، وكانت معركه اخرى ربما اللي غادي تجي من بعد كنحب يكون فيها الزيتوني ويكون واحد مجموعه الناس، لانه كنا درنا واحد المعركه وطنيه اخرى هذه كنا خدمنا فيها على اساس التصحيح ديال المسار ديال الجامعه والحفاظ على هذاك، لانه حنا كنقولوا هذاك الاطار خصو يبقى، ما كناش كنفكروا بانه غادي يتشتت وغادي يمشي وغادي سيتم تجاوزه كذا. كنا كنحافظوا عليه يبقى، ولكن نرقاو بالعمل ديالو، لا المجال التسيير الديمقراطي، لا مجال الابداع، لا مجال واحد المجموعه ديال الحوايج. المهم على اي ما كتبش الله باش نتوفقوا في هذاك العمل. ولكن مشيت انا المجلس الاداري من بعد درت 2 سنين في لجنه التحكيم الوطنيه، وكانت فرصه ان
ولو صوت واحد او جوج الاصوات، لانه في هذيك الوقيته عرفنا حتى في اللجنه الوطنيه بدا كيدخل مثلا بحال الاخ الحسين الشعبي، كيدخلوا الناس، بدينا تندفعوا بناس ديال حركه مسرح الواد، بدات تدخل اللجنه الوطنيه. وهذه التجربه راه سفرات على انه واحد مجموعه ديال العروض ومجموعه ديال الفروق المسرحيه اللي عندها عروض جاده ومسؤوله وراقيه فنيا كانت تمكنات باش تمشي للمهرجان الوطني وباش تنافس في المهرجان الوطني وباش تدي جوائز في المهرجان الوطني. الشكر لكم جميعا، واسمحوا لي الا كنت طولت شي شويه في هذا المجال. شكرا لكم. شكرا استاذ عبد اللطيف، والله بالعكس نهائيا. هناك يعني مراحل مفصليه تطرق استاذي الكريم ومحطات كبرى يعني تستدعي الكثير من التامل. يعني الكثير من الاسف يمكن ان نقول ما اشبه اليوم بالبارحه بشكل او باخر، يعني حتى ان البارحه ربما اكثر نضجا. مهم هذا حوار اخر وشجون اخرى يمكن ان نناقشها في مقام اخر. نمر الى المسار الفني للرحاله. المسار الفني سيتطرق له استاذي مولاي الحسن الإدريسي، الاستاذ الذي عرفته اول ما التقيته كان بمهرجان اكادير للمسرح الجامعي ذات مسائل بعد عرض مسرحي ناقشناه طويلا. وعرفت الرجل ايضا رحاله يحمل حقيبته ويذهب ويقصد خاصه المشاهده المسرحيه. واكاد اقول ان ريبرتوار الاستاذ مولاي الحسن ريبرتواره في المشاهده غني، وربما قد لا يضاهيه الا القله القليله. فهو الذي لا اقول يتكبد على السفر، ولكن هو الذي لا يهمه الا ان يشاهد العرض ويحج لاجل ذلك الى كثير من المهرجانات وطنيا ودوليا بطبيعه الحال دون ادنى تهافت او بحث عن دعوات مجانيه، بل بالعكس بكثير من العفه والانفه، وهي انفه المبدع وانفه الفنان. مولاي الحسن الإدريسي شارك ممثلا في العديد من اعمال الفرقه، وانما قل جلها زدمردان، المشكله، سفر محال، دوار، البحث عن رجل يحمل عينين فقط، وشهرزاد. شارك ايضا او كان مخرجا لتوشيه المهرج، لمنير القباني، للجلالفه، للكراسيس، لأنتيغون ولشهرزاد. أيضا البحث عن رجل الذي يحمل عينيه فقط، تراجيديا السيف الخشبي. كان أيضا مؤطرا للكثير من الورشات في العديد من المهرجانات والعديد من المناسبات والاحتفاءات المسرحية، سواء بمهرجان فدان بتطوان، بمدينة أكادير وجلها هي بمدينة أكادير، وبجهة سوس ماسة، كلها يعني تكوينات في اللعب المسرحي، تكوينات في الممثل والفضاء. شارك أيضا في علوية لجان تحكيم مسرح الشباب، المسرح المدرسي، المسرح الجامعي بأكادير، مسرح ولاد تيمة، وبمسرح جوسو. والتقينا أنا وإياه بمهرجان المونودرام بولاد تيمة أيضا في لجنة تحكيمه، وشرفت بأن أقاسمه تلك المهمة بطبيعة الحال. أستاذي مولاي الحسن شارك في مهرجانات عدة، ولاحظت أن سنة 1990 كانت سنة يعني مزدهرة، حيث أن الأستاذ شارك بمهرجان سيدي بن عباس بالجزائر، وفي نفس السنة في تونس بجا، أيضا عاد مرة أخرى إلى الجزائر للمرة الثانية، أيضا يعني مهرجانات وطنية، وقادته من سنة 1990 إلى 2019 من الجزائر فتونس فمصر فالمغرب وفرنسا وغيرها من الدول. بمعنى الرجل الفنان حاضر يعني حضورا حقيقيا وفعليا في محافل كثيرة وبحساسيات، سواء قلت كممثل كمؤثر كمخرج كعضو لجان تحكيم. هو الآن ليفرد بين أيدينا المسار الفني لفرقة الرحالة. يتفضل مشكورا. شكرا.
الا لقيت انا نهضر بلا الميكرو راه مزيان طلع لنا احسن ليا الميكرو تيكون مزيان. لا التصوير التصوير صويره يا شكرا. داك الشكر كاع اللي قال الخلاقي راه كوبي كولي. المهم جمعيه الرحاله كلها صدف، البدايه ديالها كانوا غير صدفه تعطات له حنا الصدفه. جمعيه الرحاله بدات من باب درب سليمه، من الدكانه ديال درب سليمه حاره الصوره. المؤسسين ديال جمعيه الرحاله او مجموعه الرحاله الغنائيه كلهم من درب سليمه حاره الصوره. ومعنا اليوم جميع المؤسسين ديال مجموعه الرحاله اللي هما السي التاديلي، لا الموقفي، شوفوا الناس راه ما تعرفوا السي التاديلي، مولاي طيب الادريسي رباه، ومعنا السي محمد ايتيتو، وكان معنا اخ اخر مولاي مصطفى مولا ما كانش يغني معنا، كان مكلف بالاداره والمحافظه العامه الى اخره. هادو هما المؤسسين. هاد المجموعه ديال الرحاله كان الماتيريال ديالها باش تتعزف هو المكانه ديال الضوء ديال باب الدرب. كنا ديك الساعه تنقلدوا الاغاني ديال جيل جلاله وتنضربوا في المكانه ديال عرفتوا دوك الماك اللي كانوا قدام تيعطيو واحد المغيمه زينه. هي فاش كنا تنضربوا وكانوا جوج ماكل، كاينه المكانه ديال الفوق ديال الضوء وكاينه المكانه ديال التحت ديال الماء. هذيك تنضربوا فيها هكا وهذيك تنضربوا فيها الباص، هذا الباص تنديروا بها. غير واحد المساله بغيت نقول لكم على هذا الماكن ديال الضوء والماكن ديال الماء، كنا حنا تنوظفوهم للايقاع وكانوا ناس اخرين تيوظفوهم لشيء اخر. والله انا كنت تعرفوه الشراب تيخبيو فيه الشراب، القراب كيبيع الشراب كيخبي فيه. هذا الشيء المهم عندها جوج ديال الادوار زائد الدور الثالث اللي هو الكونتور، هذاك هو اخر من هو التناول. المهم المجموعه ديال الرحاله الغنائيه بدات من هذا باب الدرب، ثم تطورنا للديور اللي بدينا نشريو الماتيريال المسائل ولينا تنمشيو للديور. ولكن جوج ديال الامهات اللي كانوا تيتحملونا وتيحملوا ديك الغتاته ديالنا وداك الصداع ديالنا، ما كنا راه تندك دك 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 دك، ماشي زعما شي ضريب بعقل ولا شيء، غير اللي هي الوالده ديال مولاي الطيب والوالده ديال ايتيتو ما عمرني نساو، يعني تيتحملوا هذاك الهرج ديالنا والصداع ديالنا عشيه وحنا قاعدين تنسطوا، ماشي تنسطوهم، تيديروا لنا القهوه والحليب ويديروا لنا الكاطو ويديروا لنا المسيمنات ويديروا لنا يعني هزوا داك الهبال ديالنا وتيرجع لهم الدور في هذه جمعيه الرحاله اللي ولات جمعيه وتدير لها مسرح الى اخره. غادي نهضر على الصدف. من الصدفه الاولى هو كون الادريسي مولاي طيب ساكن حدا الملاخ عبد اللطيف، وشي نهار جبدوا الهضره واقترح عليه الملاخ عبد اللطيف باش نكونوا نتدربوا في المقر ديال شباب الحمراء اللي قريب لينا، هو في باب الخميس قدام داك المستشفى الانطاكي ديال العيني. وهذا هو اول صله لينا بالمسرح. باقي انا تنتذكر تنجيو نتدربوا في العشيه من ديك الخمسه هكاك حتى للسبعه في المقر ديال شباب الحمراء، هما تيبداو يتدربوا على المسرحيه ديالهم. اول مسرحيه لقيناهم تيتدربوا عليها اللي ما تماتش هي مسرحيه الفيرما. هذا المحل سمعتوا بهذا لان ما عمرها تعرضت. مسرحيه الفيرما ديال مولاي عبد القادر العلوي اللي ولا دابا مشرد في مراكش، راه مشى ليه الحلق ديالو ولا ضايع. هذاك كان من ارقى الممثلين صوتا وجسدا وفي اللباس ديالو كان راقي بزاف. لقيناهم تيدربوا على مسرحيه الفيرما. هذه المسرحيه الفيرما كان مثل فيها لقينا مثل فيها زروال ومثل فيها الحافظ البناوي، الاخرين ما تذكرش، ومحمد عبد الوهاب بوعبد، كان بوعبد حتى هو لقيناه في هذه المسرحيه. ما تماتش ما عرفتش علاش، وكان ظننا لان الى استردنا الذاكره تلقى جا شي مهرجان اخر في الدار البيضاء وهما يهزوا واحد المسرحيه قديمه باش يشاركوا في، وغالبا هذا هو اللي وقف هذه المسرحيه.
هنا دابا غادي نبدا لكم الدخول ديال مجموعات الدراري مجموعات الرحاله الى المسرح. جا واحد المهرجان كان ينظموا المسرح البلدي اللي فيه الطيب الصديقي في الدار البيضاء، واستدعاو الشباب الحمراء باش تعرض مدينه الوقواق. هذه المسرحيه مدينه الوقواق من تاليف مولاي حمد بن مشيش واخراج عبد اللطيف الملاخ. ملي عاودوا تدريب على هذه المسرحيه دخل معاهم شريف مولاي طيب كممثل. يعني اول واحد دخل من المجموعه ديال الرحاله للمسرح هو الادريسي مولاي طيب. دخل معاهم معك شي واحد اخر مولاي طيب عبد العالي يكرم واحد من الاخوان تيجاني. المهم من المجموعه الغنائيه كان مولاي طيب هو اول واحد التحق بهذه المجموعه ديال المسرحيه كان فيها نيت البناوي دائما كاين هو في الشباب الحمراء، كان بولرباح كان مجموعه ديال الاخوان. المسرحيه الثانيه، وهذه المسرحيه راه مهمه خاصنا نوقفوا عليها، هي مسرحيه المشكله. هنا هذه المسرحيه ديال المشكله كان الاخراج ديالها هو عبد اللطيف الملاخ. كانت واحد المسرحيه واش سميتها عويشه ولا خدوج ديال شهرمان. مسرحيه بسيطه فيها واحد الراجل وعنده مرته والمراه عندها الربيب، ولد الراجل من مراه اخرى، يعني مسرحيه عاديه. هو يجي واحد القرار من وزاره الداخليه قال لهم اي مسرحيه بغات تكون في المهرجان خاص تكون على الصحراء، يكون فيها الموضوع ديال الصحراء. وهي تنوض قرباله في المغرب كله، لان الناس بداو تيطلعوا المسرحيات منهم شباب الحمراء دير هذه المسرحيه العاديه. قالوا لهم خاص مسرحيات يكون فيها الصحراء، الموضوع ديال الصحراء. الكبار ديال جمعيه شباب الحمراء اجتمعوا ولقاو واحد الفكره بان هذا الراجل اللي كاين هنا في المغرب عنده هذا ولده وهذا الربيب وهذه المشاكل، عنده ولادو حاصلين في الحدود. صيحوا الطياره من هاد الدراري اللي حاصلين في الحدود انا. هذه هي الفرصه فاش دخلت انا لهاد المسرحيه اللي ما بقات سميتها ديك عويشه ولا سميتها المشكله. ملي تنتفرجوا كان ديك الساعه المسرحيه الفرقه ديال الكوميديا دايره مسرحيه الرهوز ديال السيد لطيف الزيادي. دابا حنا ولينا عرفنا اللعبه، اي مسرحيه تنتفرجوا فيها تنقولوا فين دخلوا الصحراء، لا ما كانش. الرهوز حتى هي لابسين تريي ولا فيها العسكر ولا فيها باين فيها، راه ما كانش الرهوز هكا، راه ولات فرقه من انوار سوس جات من اكادير، لان كانت ديك الساعه مهرجان الاقصائيات الجهويه. هذه تضحك في الحقيقه. تتبدا المسرحيه بواحد جوج الناس تيلعبوا الضامه، عبد القادر عبابو وشي واحد اخر. حنا دابا تنتفرجوا في المسرحيه عاديه تيلعبوا الضامه كذا كذا. سير قال لي سير واد، وقف عليهم واحد قال لهم انتم تهضروا على الواد هنا، واد الذهب محتل، سقطت الطائره. المهم هادو حويجات نعرفوهم باش نعرفوا التدخل ديال السلطه فينا، يعني وتيوجهوا كيف ما بغاو. الى حد الان راه باقي هاد بشكل او باخر راه مدخلين تيوجهونا كي دايرين في التونيل وغاديين لحقنا المشكله. المسرح هاد المشكله ما كانتش نجحت في الاقصائيات، اللي كانت نجحت ديك الساعه هي الرهوت، وكان مستوى كبير، مستوى واضح بين الرهوت والمشكله. الرهوت راه كانت شاركت المهرجان الوطني ودات الجائزه الكبرى الى اخره. من وراء المشكله جات هادشي كلشي في اطار مجموعه في وسط الشبيبات الحمراء. جات المسرحيه ديال الكف. هذه المسرحيه من انجح المسرحيات عند الشبيبات الحمراء وعند الملاخ بالضبط. غادي نرجع لكم لهذا الملاخ والدور ديالو في الشبيبات الحمراء. هذا الكف هذه دخلوا فيها تقريبا 4 من مجموعه ولا 6 من مجموعه الرحاله. يعني مجموعه الرحاله ولات هي اللي ممثله في
المسرحيه ديال الكف. هذا الكف قلنا التاليف ديال مولاي احمد بن مشيش والاخراج ديال عبد اللطيف مثل فيها مولاي طيب، مثل فيها الحكيم التاديلي، مثل فيها ايتي الطو، مثل فيها مولاي مصطفى، وانا وسعيد المغربي اللي سعيد المغربي رباج، لان هذا سعيد المغربي كان هو اللي تيضرب البانجو لمجموعه الرحاله ديال العلاقه النوبيه. انا وياه كنا دايرين البرويطاج في الكواليس، انا تنضرب طبيلات وهو هنا الدخول الكبير ديال مجموعه الرحاله في المسرح، يعني ولينا مسرحيين. هذا الشيء راه كي قلت لكم قبيله صدفه، حنا شكون اللي نوا يكون مولاي طيب ساكن حدا الملاخ باش الملخ يجيبنا للشباب الحمراء، باش حنا نجيو للشباب الحمراء ونتصاطحوا مع المسرح ويعجبنا، ومن ثم بقينا الى يومنا هذا نفرحوا بها ونسطوا. هذه الكفه هذه شاركنا بها في المهرجان الوطني اللي كان في اكادير، دوره واحده اللي كانت في اكادير في مهرجان مسرح الواد. في هذا المهرجان شاركت جوج فراقي من مراكش، شاركت شباب الحمراء بالكف، وشاركت جمعيه الجيل الصاعد الله كنظن بالنمرود، مسرحيه النمرود. وفي هذا المهرجان كانوا عروض رائعه، يعني لدرجه الشباب الحمراء ما خدت حتى جائزه في هذه البيره ولا الجيل الصاعد، لان كان واحد العرض رائع جدا ديال مسرح الطلائعي ديال الدار البيضاء، عطيل والخير والبارود، تاليف عبد الكريم بن رشيد. كان عرض متميز، وكان العرض المفاجاه لي انا هو عرض ديال تيمود مسرحيه الزغنانه. اول مره بغيت نعرف انا راه كاينه شي مسرحيه تيمثل فيها غير واحد، اول مره تنشوف. هو كان قبل، ولكن انا بالنسبه لي اول مره تنشوفوا هذه المفاجاه. تنتسناو ممثلين تيبقى هو ممثل واحد حتى الاخر تتكمل المسرحيه وتلقاو ميت على برا. في الاخراج ديال تيمود تتكمل المسرحيه وما تيديروش ديك التحيه، تيجيو شي وحدين لابسين شي ماسكات وتيدخلوه حتى تتكمل المسرحيه، تنخرجوا تلقاو في الهول مليوح لاويه في واحد الزيف احمر وفيه الدم، يعني راه قتلوه على في هذا هو تيمود هكا داير. ومع الذكر ديال تيمود كانوا مخصصين ليه هو في المهرجانات الوطنيه جائزه ديالته بوحده، هي جائزه البحث الفني، لان كانت الجائزه ديال العمل المتكامل، الاخراج، التشخيص الى اخره، هو بوحده عنده ديك جائزه البحث الفني، لان كل عام كان تيفاجئ بعمل ماشي بحال العمل اللي فات وماشي بحال الاعمال اللي كاينين، كان راجل تجريبي بمعنى الكلمه. هذه المسرحيه ديال الزغنانه مثل فيها حميد البوكيلي، راه باقي الان تيمارس المسرح، هو من رجال التعليم، والاخراج والتاليف ديال محمد تيكرا. فهذا الابان هذا كنا درنا واحد العمل مشترك، حنا باقي دابا ما تاسسش جمعيه الرحاله الثقافيه، باقي مجموعه، درنا واحد العمل مشترك بيننا وبين شباب الحمراء. حنا تنغنيو وتنمثلوا، والملاخ هو المخرج، ومولاي عبد الحق السقلي هو المؤلف. المسرحيه سميتها زدمردم، تتعالج المشكله ديال النسل الولاده. هذه عرضناها في جوج ديال المرات، عرضناها مره في سينما بالاس، وعرضناها في مسرح الهواء الطلق في سيدي بوزيد في جديده. كان ديك الساعه الملاخ والسي فرحي هما اللي تكلفوا. غادي نعاود لكم على هذا سيدي بوزيد. حنا دابا سيدي بوزيد شكون اللي كان يسكن فيه؟ المراكشيين اللي عندهم البازارات واللي لاباس عليهم، هما اللي عندهم الفيلات، يعني السكان اللي ما كانش فيها الطوبيس، يعني هما اللي كاينين ما تيوصلهمش. حنا مشينا تنعرضوا هذا زدمردم فيه المشاكل اللعب وفيها الغنى. فاش نكونوا حنا تنمثلوا تنديروا المشاكل هما تيلعبوا الرامي الجمهور، فاش تنبداو الغنى تيشطحوا. المهم هذه هي واحد المأساة ديال، ولكن حنا ناشطين، ما عندناش الزمردم عمل قلنا بين مجموعة الرحالة و شباب الحمراء 1974. هي فاش كانت نيت المشكلة، هي فاش كانت مسرحية المشكلة.
في 1976 تأسست جمعية الرحالة، وعاوننا فيها بزاف ديال الناس باش تأسس هذه الجمعية، ومنهم المرحوم فكرني فيها مريض سيد الفراحي، وهذاك السيد الاخر اللي كان عنده الرياض في القصور، بولرباح هو كان واقف معنا في هذاك التأسيس وفي الإدارة وهذوك المسائل. في هذه السنة هذه وفي 76 ننجزنا أول مسرحية باسم جمعية الرحالة اللي هي العقدة والالتزام. هنا كان غادي تطرح لكم تساؤل هنا. العقدة والالتزام فيها أكثر من 15 ممثل، والمخرج هو عبد اللطيف الملاخ، والمؤلف هو شهرمان. كي ترى جمعية يلاه تأسست وفيها مخرج كبير ومؤلف كبير وممثلين كثير، والممثلين كلهم راه فيهم فتحي وفيهم الحوفي وفيهم واحد العدد وفيهم عاد المجموعه ديالتنا ديال الرحالة. هنا كان واقع مشكل في شباب الحمراء، بقى فيها واحد العدد اللي منهم سي الكاتي وطليمات وسميتو نجيب كومينا، واحد العدد راه عارف ولا هاد المجموعه بوحدها، والمجموعه الاخرى كلها جات لي اللي جات لعند الرحاله، بحال مثلا خداو عندنا حنايا ستاتي ديال الجمعيه، اما راه اللي كانوا هما كلهم اغلبهم ديال الشباب الحمراء. وطلعت هذه المسرحيه ديال العقده والالتزام، وكان الموازي لها هي المهرج ديال كوميديا، واللي كان خاصو يمثل مراكش في هذيك السنه هي العقده ولا الالتزام، ولكن قانونيا باش تشارك في المهرجان خاص يكون عندك سنتين. هذيك الساعه مازال ما كملناش السنتين، يعني تقصينا من هذه الترتيبيه هذه. واللي كان الثاني هي جمعيه الكوميديا بمسرحيه المهرج اللي دايره الاخراج عبد الله المصابحي والتاليف هو محمد الماوط. لان كوميديا كان من وراء الزيادي كانوا تيتناوبوا، مولاي ادريس معروف داير الاخراج، الملالي المصابحي بن عطيه في ثوره صاحب الحمار، بن عطيه هو اللي كان داير الاخراج. هذا غير على الهامش تندوزو باش نعرفوا اللي كان نبينا نقولوا اول مسرحيه اللي دارت جمعيه الرحاله بالاخراج الجماعي ديالها، يعني بالطاقم ديالها، هي مسرح المحن. هذا مسرح المحن من تاليف ديال بن سالم حميش، كانت خرجت في واحد المجله ديال كانت تنشرها وزاره الثقافه. هذا مسرح المحن هذا انتاج خالص ديال جمعيه الرحاله، اللي كان موازي لها في هذه السنه هذه هي الاقزام في الشبكه في الشباب الحمراء، تاليف شهرمان واخراج بنادي. نعاود لكم شويه على التاريخ ديال هذه الاقزام في الشبكه، لان كانت موازيه مع ثوره صاحب الحمار ديال عز الدين المدني. وقع مشكل في هذا جوج ديال الاعمال. كانت اللي نجحت على حساب اللجنه هي شباب الحمراء، وملي خرجت النتيجه الرسميه نجحت كوميديا. هادشي الله متى تعرفوه. انا نعاود نقول باعوا لها النمره. قديما في الشموسيه. المهم قبل ما السوشيال ميديا. المهم الرئيس ديال الشباب الحمراء اللي هو الكوميديان المختار الله يرحمه، والرئيس ديال الكوميديا تيتجاراو كلها تيستفوا راقو في الوزاره باش شكون. كان واحد الطرف ثالث اللي كان هو تروازيام المسرحيه الثالثه، كان حتى هو تيجري وتيقول لهم بان مادام هاد الاولى والثانيه عندهم المشكل ندوز انا الثالثه. بلا ما نذكروا الاسماء راه تاريخ كودير. المهم الشبيبه والرياضه باش تعالج هذا المشكل، الشبيبه والرياضه اللي دارت المشكل تلغي باش تعالج هذا الشيء، قالت لهم بجوج تجيو تشاركوا في المهرجان الفاس.
الاحصائيات الوطنيه. وديك اللجنه الوطنيه راه هي اللي بغات تحسم شكون هي اللي مثلات اللي بغات تدخل المسابقه اللي بغات تعتبر شركات واللي ما تعتبرش شركات. ولات اللي نجحت هي القزام الشبكه، ودات في هذيك السنه احسن اخراج ديال عبد الكريم بناني. ومن وراء هذا الحدث هذا الكوميديا قاطعت المهرجان من ذاك النهار الى يومنا هذا. ما عمرها شاركت في المهرجان الاحتجاج على هذه النتيجه. هذه لحقنا دابا مسرح الميحان ياك دابا 78 دابا قولي لي انت رحلة المحال نمشيو رحلة 78 79 رحله محال. هذه رحله محال تاليف مولاي عبد الحق السقلي. قالوا لي مريض، شكون قلت لي مريض ياك هي شويه ها ياك لا كان ما مريض. المهم لا باس عليه. عليه. المهم التاليف ديال مولاي عبد الحق السقلي والاخراج جماعي. واخا هذا الاخراج الجماعي تضر الناس دايره لهم الشطنه في دماغهم. دابا هذا هو الموضوع، وهذا الشيء غادي نجبدوا هذا هذاك الشيء راه يطفو على الاول. رحله محال فتحت لنا واحد المجال لان هنتنا من المهرجان لان ولينا تنعرضوا مع الاتحاد الوطني لطلبات المغرب. ديك الساعه يلاه ترفع عليه الحظر وبداو التعاضديات، بداو المجالس وكذا تيتاسوا، وبداو الملتقيات والمهرجانات تيسميوها الايام الفلسطينيه والايام الثقافيه في الاحياء الجماعيه في الجامعيه وفي المدارس. من هنا بدينا حنا تنتوسعوا شي شويه وخدينا ديك الساعه الموقف، يعني بدينا تراساو. عرضناها في المهرجان في مراكش الاقصائيات الاقليميه اللي كانت هي وقع فيها مشكل. كان هذا العام اللي عرضنا فيه حنا هذه رحله محال كانوا اعمال زينه. كانوا نادي الهوات دايرين البراح، ما عرفتش ديك الساعه مسمينا البراح ولا المنادي. ياك السي ناجي المنادي. وكان الجيل الصاعد دايرين العرض المسرحي، وكنا حنا دايرين لهذا المحال، وكانوا الشباب الحمراء دايرين فران الثانيه. ما كانش نورمالمون هذاك فران الثانيه هو اللي خاصو ينجح. وقع ثاني ذاك كي ديما درنا الاجتماع وحنا نقاطعوا المهرجانات الجايه، اتفقنا باش نقاطعوها، ولكن حنا قاطعنا بصح، ودوك اللي اتفقوا معنا ما قاطعوا غير تفلاو علينا صاكونا كي ديما. المهم رحله محال عرضناها بزاف، عرضناها سيدي في المدرسه المحمديه للمهندسين. كان العرض تقريبا فيه ساعه ونص وتيفوت ساعتين، على حقاش تنكون تنعرض غير وقت ما قلنا القمع ولا شي حاجه تيكونوا الشعارات. وكاين واحد الفصيل هنا تيقول شعار وتيسكت، سكتوا الرفاق تيقولوا الاخرين الشعار، تيهدنوا حنا تنوقفوا تيهدنوا مع راسهم وتنكملوا ولكن حنا فرحانين ماشي زعما فرحانين. عاودنا عرضناها في المدرسه الحسنيه للمهندسين في الدار البيضاء، وعرضناها في الحي الجامعي في الدار البيضاء. هنا ملي تنقولوا العروض راه ديما اكثر من 1000 ديال الطلبه اللي تيقولوا. حنا راه كنا ما ترضاوش يكون شي كرسي بعدا خاوي، ما تنحملوهاش. تعرض ويكون شي صف خاوي ديال الكره ولا يخرجوا لك الناس في وسط ما تتحملهاش. تدبي الناس يكونوا واقفين تيتفرجوا واقفين. هادشي اللي كان تيطرى لنا حنا بالنسبه للجمهور ديالنا ديال الرحاله. كانت هذه الميزه هذه ديال واحد الله العظيم الا كاين اللي تيتفرج هاكم متكي هنا متكين في الخشب ها شفتوها متكي في الخشب صوروا في الكولوار كل شيء عامر وكل شيء ساكت ومنظم، ما كاين لا بوليس لا عساسه لا، كل شيء كان منظم وتيتصنتوا وكنا دايرين واحد الطقس هو ديال الوقت. تنجيو بكري بحال الا قلنا الكازينو ولا السينما، تنجيو بكري تنقادوا المسائل ديالنا. الا كان العرض عندنا في 6 ونص ولا في 7 ل5 ونص تلقانا مساليين وتلقين الشيخ امام عمر سي الخليفه، واللي دخل الباب محلول واللي دخل تيجي يقعد في بلاصتو. ما كاين هذه ديك ريزيرفي وداك الشيء ما كاينش. اللي جات يقعد تيتسنى دماغو تتلحق الوقت بالضبط. تنعرضوا لدرجه شحال من مره تنعرضوا قبل ما تجي اللجنه ديال الاقصائيات، لان ما كان عندنا سوق ماشي ما كانش عندنا سوق. عرفنا راسنا ماشي بيض المونه ولا شي حاجه،
كاين كي ديما ما ناجحين ساقطين. حنا وكانوا معنا مستويات اخرين اللي خاصهم ينجحوا وما لاعبينش حنا على داك. كان عندنا مجالات اخرى. هذا بالنسبه لرحله محال. رحله محال تبعتها اللعبه. نزرب شويه. اللعبه تاليف عبد الله البصيري من ليبيا، اخراج هذه اللعبه كانت قاصحه شويه في الحقيقه مباشره نيت، وكانت لان هنا بدينا تنديروا الاعمال على حسب الحدث، لان اللعبه كانت مديره على الاحداث ديال 1981. يعني ملي تتفرج يبان لك داكشي اللي كان في 1901 المشاكل وداك كلهم مطروحين فيه مباشره، ماشي زعما كاين ولا شي حاجه. لأن تنقولوا التاج على رأس السلطان والصوت بيد الوزير وتحت هذا وذاك فريق من التعساء وفريق من السعداء. هذه اللعبة هذه العرض الأول ديالها في دار مولاي بوعزة حضر ليه تقريبا شي 600 واحد في ديك دار مولاي بوعزة، وحضر المناقشة 600 واحد ما خرج شي واحد. وكان واحد الإنزال ديال واحد الفصل اللي كان تيتنقل داكشي الكليه عند المسرح وما ينزلوا علينا بالمعقول مباشراتيه. حتى حنا دافعنا على راسنا ما سكتناش. داز العرض في الويكاند نهار الاثنين استدعونا القسم السياسي في استدعوا المكتب. هاد الاستدعاء المكتب دار واحد الشرف الجمعيه. ملي بغينا نديروا التقييم واحد العدد ما باقيش دخل علينا السلطه وصلت للهدف ديالها وترهبك، يعني ربات وراه العدد الكثير هو اللي مشى، ماشي العدد الكثير هو اللي بقى. لان واحد الوقيته بقيت انا ومولاي الطيب ويطو ماشطي هما اللي بقينا، الاغلبيه اللي لاعبين في المسرحيه كاع نساهم. من حسن الحظ التحقت بنا الكوكبه الجديده اللي فيها خلاقي، فيها الشوبي، فيها الممدوحي، فيها السيستي، فيها ابو الظفار، فيها العجيله، وفيها لا اجود، وفيها اجود. هادو هما اللي هما عاودنا داكشي اللي مشى عودوا هادو وعاودنا عرضنا اللعبه. ولكن والعديوي هذه اللعبه اللي نقدنا حنا هو حسن المنيعي، دكتور حسن المنيعي، لان شاركنا في ربيع مراكش الثقافي. كانت تنظم واحد الجمعيه هنايا النادي الثقافي برئاسه عبد العزيز الحوري، وكانت في العشيه عندنا المسرحيه، وقبل منها كان محاضره ديال السي حسن المنيعي، وقبضوا لنا الكازينو درنا فيه العرض داز من اروع العروض. وجا ثاني الانزال ويعطيونا يعصيونا، ولكن الكلمه الاولى قبضها حسن المنيعي دكتور حسن وحل العرض وتيهضر بالمدارس. حنا كاع ما عرفنا هذاك الشيء. المهم حنا دايرين العرض ولكن ما عرفناش داك الشيء اللي قال هو دينا، لا ما عرفناش الحقيقه هو عارفه. هو عارف اش يقول، وحل العرض علميا لدرجه من وراه ما باقي حتى واحد هضر. الا بغى يهضر بحال المنيعي يهضر، اللي ما بغاش يهضر بحال المنيعي يهضر راه وترفعت لينا القيمه ديالتنا. ما بقيناش راه داك الشيء فيه السياسه بزاف، راه حتى كاين الفن، راه كاين شويه هكا وشويه. وطلع عندنا المنيعي وهضر معنا وصيفط لينا داز واحد المده وصيفط لنا 2 كرتونات ديال الكتب. هو باش درنا الراجل العظيم التنحيه وبعد الله يرحمه فات هذا. حنا تنعرفوا واش نديروا من وراء هاد اللعبه. قلنا في الاحداث ديال 81 من وراء اللعبه جات الحصار ديال لبنان. هي اعداد على واحد الروايه ديال عصافير بني عشاشه فوق الجليد ديال افنان القاسي. كانوا استاذ في كليه الاداب، وعطانا العديوي الروايه ديالته، قريناها عجبتنا، جاتنا في الغايه، خدمنا عليها وخدمنا على مسرحيات
اخرى اللي درنا شي اعداد. هذا هو اول لقاء لنا مع الروايه. وهذه المسرحيه راه درنا فيها ديابوزيتيف ساعه جديد. هادشي اللي تيسميو دروك تيتسمى الديابوزيتيف، هو كان عنيف. ديابوزيتيف فيه هذا مقطوع عليه راسو، هذا مقطوع الدمايات كله دم. ومولاي تيقول لنا فيها واحد الاغنيه والديابوزيتيف خدامين لدرجه فنان القاسم بكى، كان قاعد قدام الكازينو بكى، ما كانش يتصور ان روايته غادي توصل لهذاك. وتعرضت المسرحيه بزاف في الكليات في الاحياء الجامعيه الى اخره. من وراها جات الدوار، من وراء الحصار مسرحيه الدوار على احداث 84 انتقالات ديال 84 اللي مثير في هذا الدوار هو الحضور ديال واحد العرض درنا في الكازينو ديال عائلات المعتقلين. يعني كان العرض كله زغاريت وورود الى اخره، لان كنا في الدوار تنقولوا شي حوايج اللي عاشوهم هذوك العائلات. لان كنت انا تلاقيت بهم الشاهد مصطفى بلواري، وعاودت لي ملي دخلوا عليهم البوليس قالوا لها هذيك الكرش اللي ولات هذاك خاصنا نشربوها، ودخلناها في المسرحيه وهي غادي تكون حسات بها، لان كلامها هذاك ماشي، لان كانت تهضر على الاعتقالات ولا هذه الدوار ديال هي المسرحيه الاصليه ديال الدوار في الدلاله ديال حمداني شوقي. تيعرفوا السي العنائي هذاك المؤلف، راه باقي مؤلف متروك. وحنا قمنا بالاعداد ديالها ودرناها مسرحيه وسميناها الدوار. وكانت صدقات بالمناسبه الغزو الاسرائيلي لبنان كانت بحال هو المفجر دابا حصار بيروت هو اللي كان المرحله ديال الجسد ماشي الجسد ودمدم ومقبل كاين القرى مسرحيه القرى كان نقلان. هاد القرى باش يعرفوا الناس ان الجمعيات ماشي حنا، الجمعيات كانوا تيلعبوا على نصوص كبيره، ماشي بحال دروك اللي جا تيالف جوج كلمات تيقول لك راني مؤلف لا. بحال مثلا مسرحيه القرى هي اعداد ديال فرحان بلبل على دائره الطباشير القوقازيه. هنا حنا ملي لقينا بانها راه معده على دائره الطباشير القوقازيه، رجعنا لدائره الطباشير القوقازيه وزينا منها حتى هي اللي ما دارش فرحان بلبل، وحيدنا اللي دار فرحان بلبل وما لاقش لينا حنا. يعني ولينا تنعرفوا بعدا، تعرفنا على بريخت اللي ما كناش نعرفوه في هذا، تعرفنا على بريخت وقرينا عليه. باش تهز واحد العمل ديال بريخت خاصك تقرا عليه وتعرفوا الى اخره. تعرفنا على شويه ديال التغريب، تعرفنا على الكذا، يعني عطاتنا واحد المجال. اش من سنه هذيك؟ القرى 86 86 المرحله ديال الاستاذ ماشتي اللي فيها المرحله فاش مشيت انا الجسد للتارودانت، المرحله ديال اللي خد بزمام الامور سي محمد ماشتي، ودارت مسرحيات الجسد تاليف محمد ماشتي اخراج جماعي، مسرحيات دمدم هذو كلهم تاليف محمد ماشتي اخراج جماعي، وثم وحكايه مكبت دار اعداد على مسرحيه مكبت ديال شكسبير. يعني اعمال كبيره وراقيه. الاخراج الجماعي اللي كملنا دابا الله اعلم هذا حنا اخراج راه بالفعل راه كان تيظنوا راه هو اخراج جماعي. شنو هو اخراج جماعي؟ لان تنقعدوا اولا باختيار النص، لان ملي تنقول حنا راه لعبنا اللعبه، لان الاصل ديالها لعبه السلطان والوزير. قبل ما نتفقوا بان راه هذه اللعبه اللي بينا نلعبوا، راه قرينا من مجموعه من الاعمال وتناقشنا فيهم، عاد اخترنا هذه المسرحيه هذه. قرينا المدح عدوان، الرجل الذي لم يحارب، لماذا تركت السيف، قرينا بزاف ديال الحوايج ومن ضمنهم هذه اللعبه. وكان نقاش حتى هي، كاين اللي بغاها كاين اللي ما بغاهاش، كاين اللي كان معنا وما بغاهاش ومشى مشى انسحب مشى لجهه اخرى الى اخره. هكا كانت تتم الامور. ملي تنبغيو نديروا المرحله الاولى الاعداد اللي تنقبضوا النص، تنديروا الاعداد، تقعد واحد اللجنه تتناقش وتنخرجوا بالنتيجه. اش اللي تيكون هو المنفذ الاخراج. ما غاديش نقعدوا كلنا تنسيروا راسنا، واحد هو اللي كان يكون تنفيذ هذوك الافكار اللي قلنا، ومن خلال التنفيذ راه ما خصش تيكونوا الجزئيات اللي تيكونوا في اللحظه. هكا كنا تنخدم.
إشارة أخرى أن الأغاني لا ديال المجموعات الغنائية ولا ديال المسرحيات كلهم ديال السي عبد الحكيم التلحين ديال عبد الحكيم التديلي ومولاي طيب. مولاي طيب راه تيكون خدام في الاتولي ديالو وداير الاغنيه وخدام يلحن الالحان اللي دار رائعه هو السي التديلي. هنا راه كملنا هذا الى يبي نوقفوا وقفه صغيره عند مولاي طيب. لولا مولاي طيب ما غاديش تكون جمعيه الرحاله ولا مجموعه الرحاله. لولا علاش؟ لان كنا نطلعوا المسرحيه ما تنعرفوش باش طلعت تيصايب الديكور منتج تيجيب الكاسكروت. حنا كنا اغلبيه طلبه، هو الوحيد اللي خدام ما عمرو قال لنا راه بشحال طلعت المسرحيه ولا عطيوني الفلوس ولا تحاسب معنا. حتى حنا تطلع المسرحيه تيجي الديكور تجي الصباغه تجي كل شيء داكشي على حقه طريقه والملابس ما عمرنا عرفنا كي تيدير لهذا الشيء. يعني راه من ديك الخلصه اللي تيقبض ولا داكشي اللي يصور تيجي واحد الطرف ديالو وراه وقفه مولاي طيب راه شي حاجه كبيره. قول شي كلمه مولاي طيب شي حاجه قول شي حاجه غير قول تفضل يا سيدي تفضل اخلي وقت تفضل يا سيدي باش ما يجيش الاسكراسي. تفضل يا سيدي وخلوني نفكر فكر مساء الخير. تحية ثقافية لهذه الذاكرة الدسمة والذاكرة التي تحتاج إلى الترميم. وأنا في الحقيقة جالس اليوم أستمع إلى مولاي الحسن والسي الخلقي، وكنقول أننا في دوزة مسرح عصبنا في الاختيار، لأنني أنتمي بشكل من الأشكال إلى هذه الذاكرة، وهما يتكلمان خاصة في الفترة ملتقى الحمراء في 91 و 92 و 93. هذه السنوات هي السنوات المكونة لشخصيتي المسرحية باش نقدر نمشي للبعد، وأعتبر نفسي امتدادا لهذه الذاكرة، لأنني حضرت ورشات ملتقى الحمراء وحضرت ورشة سعيد الكبير البهجة وبنوبار والشوي، ولم أكن أعرف المعاد. حتى الناس يعرفوا بأن الذاكرة هؤلاء جسر إلى ما نعيشه اليوم. لم أكن أعرف المعاد، والشوي كيقول لي راه كاين واحد المعاد في الرباط خصك تمشي ليه بفضل هؤلاء. يعني لسنا إلا امتدادا لهذه الذاكرة، وهم يتحدثون وأنا أرتب التواريخ في تلك اللحظة. شاهدت زهرة بنت البروسي، والآن اكتشفت أني شاهدتها وأنا عندي 14 عام. كنت أعتقد أنني كنت كبير، يعني 88، وشاهدت شهرزاد وما زالت عندي الصور إلى الآن. والتدريب ديال البهجة والتدريب ديال الشوي ذهبت إلى المعهد صلبا، وفي تلك اللحظة أحس بأن الآخرين كانوا ورائي، والآن اكتشفت لماذا. شكرا لكم وتحية لكم. تفضل يا أستاذي. قالوا لنا وش لا ما قالوا لنا شحال من مرة باللي ركب قاص الطفا في البر المنشد. قالوا لنا وش لا ما قالوا لنا وش لا ما قالوا لنا شحال من مرة باللي ركب قاص الطفا في البر المنشودة.
باللي الرفقة الزيفة في البر المنشودة. يا ما نجيت الليل يطلع الصباح، يا ما ترجيت عليل شفا الجراح، يا ما قصيت الويل طامع الصباح، يا ما تسنيت طويل يوصل بلاح. تمنيت وهيهات ما تمنيت، تمنيت وهيهات ما تمنيت، تمنيت لو كانوا عندي جنحين ولين غادي تفرفر بهم بالسلامة. غادي ننسى. الداء. شكرا. نعم، إذا نستمع إلى نقل القاعة كالعادة بطبيعة الحال في هذه المسارات، إضافة لما قيل بطبيعة الحال وإضافة للذاكرة إن كانت هناك إضافة بطبيعة الحال. نعم. مصطفى بدير واحد صحيح استضافة نرجع للمنطقة المرة الأول كنت أنا في الشهر الماضي، وهذا المنطقة كان باسم الاتحاد، ولكن في الحقيقة هما جوج جمعيات اللي كانوا يديروا رحالة ورشد الإبداع هما اللي كان شي كان سابق. غادي نهضروا دابا لأنه كنا نتلاقاو في دار الثقافة وكنا المهم كانت الاستعدادات الى اخره، وكلشي وجدنا وكلشي استدعينا الجمعيات الى اخره حتى قرب الوقت تاع الملتقى ومازال ما عندنا التاريخ. وحنا قدمنا الطلبات الابناء واحد النقطه كنا واحد البنكه كنا مشينا عنده قدمنا لها الملف قلنا لها بغينا نقدموا ملتقى ونلقى فيه مسرحي الى اخره وكذا وكذا، قالوا نرجعوا عندنا واحد البارك ايام. رجعنا عندهم اشتريوا كاع الخطيفيات انا ويقول حسنا يضحك. مشينا عندهم استقبلونا وهذاك الشيء شاوروا بيناتهم واحد السويه وجابوا لنا واحد لاكو نتاع الكواليه الفارح كاس كاس كذا هذا شغل اللي عندهم الصدر. المهم اخر لحظه اللي قدنا هو دار الحديد حتى هما كنا لهم طلب، وحتى كنا صافي بدنا نعلنوا على قلنا راه ما كاين لا ملتقى لا والو. واحد النهار انا نمشي عندهم وما يعطوني 3000 درهم، داكشي باش قلت لك قبيله 3000 درهم هي باش نضمن الملتقى الاول، الملتقى الاول. وتنشكروا من هنا المقتصد ديالنا والامين ديالنا هو السي ايدي الطو، لانه هو اللي فعلا شد هذيك 3000 درهم وقالنا راه ممكن نديروا بها شي حاجه. ملي قال عطنا القبيله كنا الطباخ ودرنا كل شيء، حنا وصلنا بداك الشيء. عاد من بعد صعدتنا وزاره الثقافه الى اخره. السلام عليكم. شكرا أستاذ أبو بكر، شكرا لهذا المسار الغني، شكرا لهذه الفرقة التي نرى الآن أنها ضمت يعني أطياف. نعم أستاذ. إذا قلت ضمت أطياف يعني كثيرة ونظرت بفعلها الفني، والجميل والمثير هي أن بزاف بين ما هو تنظيمي بطبيعة الحال، بين ما هو يعني تنزيل مجموعة من الأطروحات التنظيمية، يعني لأنها ضمت عناصر من الاتحاد الإقليمي لصالح الهواة والمكتب الوطني لنفس الاتحاد، احتضنت روافد من فروق أخرى، وكما قال الأستاذ يعني تعرضت للتعسفات، تعرضت المراحل يعني اللي فيها الكبوات واللحظات بطبيعة الحال المتألقة. فكان أننا يعني وهذه ما فيهاش بزاف، ما فيهاش حتى شي شوفينية، ولكن يعني الآن كما قال صديقي بجبار يعني كتحس بأن انتمائك لهذه المدينة هو انتماء قوي
واصاله هذا الانتماء هي اصاله حقيقيه وفعليه، وكتقول ربما هذا الحس ربما احيانا كنحسوا باننا عندنا بزاف ديال النزق وبزاف ديال التسرع وبزاف ديال الاشياء، وحنا كنهضروا على هذه المدينه الحمراء وحنا كنهضروا على الاكراهات، ولكن ملي كتشوف مسار بحال هذا ماشي غير ما اشبه اليوم بالبارحه، ولكن اليوم تكمله للبارحه وغدا سيكمل البارحه واليوم، وهكذا هي عجله فنيه يجب ان تبقى متحركه. شكرا للاستاذ مسرح، شكرا لمشروع توطين عبد السيد ابراهيم. لا نعم اذا باعجاب استاذتي بعثيره. شكرا للدوست مسرح، شكرا للحضور الكريم الاصدقاء، وشكرا للرحاله الانيقين. انا بغيت مولاي حسن وقف في اللي مشى للتالودانت. انا غير بغيت نقول الذاكره اللي كنسمعوا اليوم هذه ذاكره مستقبليه، لانه بالنسبه لي شخصيا في التليفون داير مولاي حسن الرحاله في التليفون اللي شفتوها الرحاله باقا. اذا ملي كنهضر على مولاي حسن كنهضروا على الرحاله ملي مشى مولاي حسن للتالودانت ودابا في اكادير، راه الرحاله اللي مازال كتشتغل. بغينا ولا كره اذا تسميه تغييرات شي شعاع ولا شي حاجه ولا شي، ولكن الرحاله مازال هي اللي كاينه، كما كان الحال انطلاقا من الاسم ديالها، من الاسم ديال الرحاله ترحل والابداع يرحل، لانه الا استقر بلاصه وحده راه كيموت. بغيت نقول شي مساله بسيطه. العلاقه بيني وبين شريف داخله في اطار الرحاله بيان سور. كانت علاقه ديال ديما هنا وهنا، واحد يشرق واحد يغرب، ورغم هذاك الشيء هذاك الاختلاف اللي كان في ذاك الوقت هو اللي خلانا لحد الان من اكثر الاصدقاء، لانه كان يؤمن بالاختلاف، وربما ناس اخرين توما كانوا يؤمنون بالاختلاف. ولهذا مجموعه ديال الناس اللي حاضرين هنايا راه الا جمعنا غير 5 ولا 6 راه ما كيتفاهموش بيناتهم فروع الفكريه، ولكن تيجي الفن وكيجمعنا، وكتجي الانسانيه والصداقه وكتجمعنا. شكرا. فقط عطفا وبسرعه اقول لكم استاذي، حنا كنا رحاله، وحنا كنا كوميديا، حنا كنا خشبه الحي، حنا كنا وسط الابداع دراما، وحنا كلامنا فينا ما يتفهم. اذا شكرا جزيلا لحضوركم. موعد اخر ومسار اخر، مسار رابع مع ورشه الابداع دراما يوم 7 من دجنبر. كونوا في الموعد مع مسار الذكرى والتذكر والذاكره. وتحيه لتوطين دوست مسرح، تحيه لكم في صوره جماعيه اتمنى.